السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البلوط اللي كناخذوه وكيكون المذاق ديالو مر، ما كنقدوش ناكلوه. فاش كنحلوا البلوطه وكنلقاوها مر كنرميوها. هاد الطريقه ما غادي نترميو حتى شي وحده. المهم كيف كتعرفوا البلوط راه عنده فوائد كثيره للجسم ديالنا، من بينها انه كيحسن الهضم، كينظم السكر في الدم، عنده فوائد للبشره لانه مضاد للشيخوخه، كيعالج لينا الكبد، كيقوي المناعه ضد الاسهال، كيحمي من القرحه ديال المعده، كيلائم لينا الجروح. يعني الانسان الا كان مجروح راه ملي كياكلو دغيا كيلتئم ليه داك الجرح. المهم عنده فوائد عديده. انا ماشي خبيره في هذا الميدان، ولكن عارفه بانه عنده منافع كثيره للجسم ديالنا. داكشي علاش كنبغيو نستغلوه وناكلوه بكثره في الوقيته اللي كيكون فيها. وكيف ما قلت لكم لانه كيجينا مر ما كنقدوش عليه. هاد الطريقه اللي غادي نشارك معكم اليوم غادي تخليكم انكم تاكلوه بعينيكم مغمضين وما ترميو حتى شي وحده. المهم كناخذ المقله الثقيله اللي كنخبزوا فيها، كندير فيها البلوط من بعد ما كنمسحو بشي منديل اللي كيكون فازق، وكنحطو على نار متوسطه. كنبقى كنحرك فيه بيدي، لانه فاش كنحركو بيدي كنبقى غاديه كندفع فيه لاتجاه واحد. ومع انه العافيه كتكون لتحت ديالو، يعني خصك ديريه في اتجاه واحد كدوزي عليه كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقى ندوز وحده بوحده اولا كندوزهم كاملين في اتجاه واحد. ملي كيبدا كيتبدل لينا اللون ديالو كيف ما كتشوفوا معايا كيكون اللون ديالو بني غامق، كيبدا كيتفتح داك اللون ديالو. وانتم غادي تشوفوا معايا هاد الفكره من بعد ما غادي يبدا كتدخل معاه السخونيه. المهم وانا حاولت انني نبين لكم علاش كنحركو بايدي. هي في الحقيقه راه كاين البرد، ومادام كنحركو بيدي راه يدي سخنات. الحمد لله، الله يرحم فينا والله يعطينا هاد الشتا على قد نفع. غير كنت حطيت واحد الفيديو قصير بهاد الطريقه ديال البلوط نيت في المقله، وواحد السيده من دوله عربيه خلات لي واحد التعليق، كتبات لي: واش ما عندكش المغرف، علاش كتحركي بيدك؟ من هاد المنبر اختي كنقول لك راه عندي المغارف الحمد لله، عندي اشكال والوان، ولكن انا شرحت لك علاش كنحركو بيدي. يعني ملي كنبقى ندور فيه كنمشي بنفس الاتجاه، اما لا دورته بالمغرف او لا دورته بمعلقه او لا بشي سباتيل راه ما غاديش يعني يمشي في نفس الاتجاه. غادي تولي النص ديالها غادي يبقى المذاق ديالو مزيان والنص غادي يبقى مار. ايوا اليوم كثرت عليكم الهضره، غير سمحوا لي. ما علينا، نرجعوا للطريقه ديالتنا. كنبقاو كنحركو فيه كيف ما قلت لكم حتى كيبدا كيتشق لينا داك البلوط. وهنا غادي نزومي لكم باش تشوفوا مزيان. ملي كيبدا كيتشق لينا وكيتبدل اللون ديالو بحال هاد البلوطات اللي وريتكم دابا، صافي راه يعني راه قريب يوجد. هانتوما كما كتشوفوا يعني راه اللون بدا ديالو كيتبدل، الا دوك البلوطات اللي باقيين كبارين شويه هما اللي باقيين يعني ما خداوش نفس اللون. كنبقاو كنحركو فيهم هكا حتى كيتشقوا تقريبا كاملين. صافي كنطفيو عليهم البوطه وكنخليهم حتى كيبردوا وكنقدموهم. كنتمنى هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وهذا هو البلوط ديالنا من بعد ما وجد وبرد، كيجي على هاد الشكل. غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيولي من الوسط، كيتبدل ليه اللون وكيولي كله حلو، ما كتبقى حتى شي وحده مره يمكن لينا نستهلكوه. كنتمنى الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، واللي عجباتو ما ينسانيش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، واللي اول مره كيشاهد القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومع السلامه، فيديو جديد باذن الله.